السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بقالي فترة كبيرة ما نزلتش فيها فيديوهات. كنت تعبانة شوية، اللهم اشفينا وعافينا جميعا يا رب العالمين. وجيت لكم النهاردة بأكلة حلوة قوي. أكلة العزومات، أكلة العرايس. تنفع في كل حاجة يعني، وجميع المصريين بيحبوها قوي، وهي الحمام بطريقة المطاعم، بطعم حلو قوي ومختلف وبريحة حلوة قوي. وان شاء الله لما تجربي طريقتي دي في عمل الحمام ان شاء الله هتعمليها دايما وهتحبيها، هتلاقي طعمها حلو قوي وريحتها جميلة جدا. يلا نشوف هنعمله ازاي، وازاي هيكون واخد اللون الروعة اللي انتوا شايفينه ده معانا. ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة كده في طاسة عندي كده هحط معلقة كبيرة من السمنة، عليها بصلة متقطعة صغير، وهشوحهم كده مع بعض، ما هياخدوش لون خالص معايا، يا دوبك يتبالوا كده بس. وبعدين هنزل عليهم كده بمعلقة من الملح، ومعلقة كده من الفلفل الأسود، وبعدين هنزل عليهم بحاجة صغيرة خالص من الشطة كده تطعم لنا خلطة الرز اللي احنا هنعملها دلوقتي. هشوحهم مع بعض كده شوية زي ما انت شايفة كده بالشكل ده كده. هخليهم كده على النار شوية، مش هخلي البصلة معايا تاخد لون خالص. وبعدين هنزل عليهم بالكبد والقوانص بتاعة الحمام، مقطعاهم كده برضو صغير. هنزل كده على البصلة وهشوحهم كده مع بعض. معلش يا جماعة صوتي تعبان شوية كده، يعني على قد ما اقدر كده يعني هشرح لكم كده. هحط كده معلقة من البابريكا، هتديها لون وطعم حلو قوي لخلطة الرز. بعدين هنزل على طول بالرز كده بعد ما غسلته طبعا، حوالي كوبايتين كده من الرز، وهقلب كل الكلام ده كله كده مع بعضه اهو كده. وبعدين هنزل عليهم كده بحوالي كوباية ونص من المية، يعني مش هكتر المية خالص عشان انا عايزاه يكون 3/4 سوا. طبعا كلنا عارفين الخلطة بتاعت الحمام اللي احنا بنعملها، او ان كان فراخ وعايزة تتحشي او حاجة، طبعا الرز فيها بيكون مستوي 3/4 كده، ما بيكونش مستوي على الاخر عشان ما يعجنش كده. الرز بتاعنا خلاص هنا استوى على طول اهو، مفلفل اهو، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهو. وبعدين كده هبدأ ان انا اجيب الحمام بتاعنا، طبعا متنضف كويس خالص. وبعدين هبتدي هنا ان انا زي ما بيعملوه كده في المطاعم، ابتدي كده ان انا اخلي كده الرقبة بالشكل ده كده. هجيب مقص كده بكل سهولة خالص اهو، وهبتدي كده ان انا اشيل الرقبة دي كده اهو، شلتها هنا كده. بعدين هبتدي ان انا امسك الجلدة دي بتاعت الصدر اهو كده. همسك الجلدة دي كده وهبتدي ان انا بصباعي كده اخلي الجلد ده كده عن اللحم، يعني ابتدي كده ان انا اخلي كده بالراحة خالص عشان ما تتقطعش منك. تحط صباعك كده بالشكل ده كده، وتبتدي ان انتي بالراحة خالص كده تخلي جلد الحمامة عن اللحم اهو كده. بالراحة خالص هبتدي ان انا امشي كده بصباعي كده اهو، ومشي الديش جامد عشان
ما تتقطعش منك اهو. ابتدي ان انا اخليها كده بالشكل ده كده. خلاص كده اتخلت اهي، بقت يعني بعيد عن اللحم بتاع الحمامة خالص اهو. اعمل واحدة كمان، هاخد الرقبة كده بتاعتها. وما تخافيش ولا تقولي خسارة هنرميها، لا طبعا ما هنرميش حاجة. الرقبة دي كل الرقاب اللي احنا هنقطعها دي بتاعت الحمام طبعا هنحطها مع الحمام يستوي، وهنقرقشها عادي خالص اهو بالشكل ده كده. نخلي كده الجلد عن اللحم كده. الطريقة دي لو جربتيها هتبتدي ان انت تعملي الحمام بالشكل ده دايما كده على طول اهو بالشكل ده كده بكل سهولة اهو بالمقص كده. وهشيل الرقبة كده وهخلي الجلد كده عن اللحم اهو. اهو بيتخلي معايا كده بكل سهولة، علشان لما نيجي نحشي الرز هنحشي طبعا تحت من جوه الحمامة وتحت الجلد، عشان الحمامة تبقى مليانة معانا كده وحلوة. تعالوا بقى نيجي هنا في التتبيلة دي بعتبرها اهم حاجة في طعم وريحة الحمام، هي اللي بتديله الطعم والريحة الرهيبة اللي بتكون فيه. معايا بصلاية كده متقطعة صغير، عليها معلقة كده من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود، معلقة بابريكا، وهحط برضو معلقة من الثوم البودر اهو كده. وبعدين هبتدي ان انا ادعكهم في بعض كده، ادعك البصلة كده مع التوابل اللي احنا حطيناها كده. وبعدين هاخد التتبيلة الحلوة دي اللي احنا عملناها، وهجيب كده الحمام بتاعنا، وهبتدي ان انا ادعك بيها الحمامة كويس من بره كده ومن جوه. انا بصراحة بعتبر التتبيلة دي هي اهم حاجة يعني بتدي ريحة حلوة قوي للحمامة في الشوربة، بتخلي ريحة الشوربة يعني فظيعة والله. بتبقى طعم الشوربة بتاعت الحمام تبقى حلوة خالص كده من التتبيلة اللي احنا بنعملها دي. هبتدي ادعك كده من جوه الحمامة في قلبها كده ومن بره اهو كده اهو. ندعك الحمامة كده. وعلى فكرة الجناحات دي برضو اللي هي طويلة دي برضو هوصها بالمقص، مش هخليها برضو عشان لما اجي احمر الحمام تكون يعني تعرفي تحمريه كويس. هاخد كده الحشوة الرز اللي احنا عملناها اهو بالكبد والقوانص، وبعدين هبتدي ان انا احشي كده في قلب الحمامة، واخد الحشوة بتاعتنا كده لجوه كده، حاول ان انا اوصل بيها كده لحد الرقبة فوق كده اهو. حاولي بقى وانت بتكبسي الحمامة كده يعني ما تمليهاش على الاخر، يعني تسيبي لها فراغ كده، علشان لسه الرز بتاعنا هيكمل سواه جوه الحمام. وان شاء الله ما تعمليه بالطريقة دي ان شاء الله ولا هيفرقع منك ولا اي حاجة جوه السلق اللي احنا هنعملها دلوقتي. في مية السلق اللي احنا هنعملها دلوقتي تحت الجلد كده اهو. وهبتدي ان انا احشي الحمامة كده من تحت الجلد كده، علشان تبقى حمامة مليانة كده وماسكة نفسها كده، يعني تعمليها في العزومات، تكون للعرايس، تبقى يعني مالية حجمها كده، تكون حمامة حلو. حتى لو هي حمامة مثلا ضعيفة ولا حاجة، الحشوة دي اللي بتبقى من بره ومن جوه بتعملها حمامة ماسكة نفسها شوية.
اهو بالشكل ده كده. هسحب الرز كده لحد الرقبة لفوق كده اهو. هاخد كده كبستها من جوه بالشكل ده كده، وهاخد كده الحشوة وهحطها تحت الجلد اهو اهو. حاولي ما تمليش تحت الجلد جامد علشان الحمام ما يفرقعش منك بزيادة اهو كده. وبعدين هاخد طبعا التكتيفة بتاعت الحمام طبعا كلنا عارفينها. هاخد الرجل بتاعتها كده وهدخلها كده بالشكل ده، والتانية من تحتها اهو بكل سهولة بالشكل ده كده اهو. للبنات اللي هم عايزين يعني يتعلموا لسه الحاجات دي، البنات الصغيرين. انا عندي جنى احيانا بخليها تعمل الحاجات دي لوحدها، يعني تحشي الحمام وتعمل تكتفه بالشكل ده كده اهو. هبتدي ان انا احشي كده برضو، يعني ممكن تدخلي الرز كده وممكن تحشيها من فوق من الرقبة. معايا حلة على النار بتغلي، وياريت تكون فايرة علشان اول ما انزل فيها الحمامة الرقبة بتاعت الحمامة والجلد بتاعها يمسك على طول. هحط كده ورق لورا، وبعدين هحط كده طماطمايه تديها طعم وريحة للشوربة، معلقة كبيرة من الملح. هحط طبعا الملح من الاول علشان الحمام يبقى يعني حايق كده ومتطعم. ما تحطيش الملح في الاخر ولا حاجة، حطيه من الاول عادي. وهنا الحمام كده بعد ما استوى بالشكل ده كده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم بارك اهو، ولا فرقع ولا اي حاجة. هنا التركية اللي احنا هنعملها اللي هتدي لون حلو قوي زي اللي بيعملوه بتوع المطاعم، ويخلي الحمامية كده بتلمع كده وشكلها ولونها حلو قوي. معايا كده حبة من اللبن، يعني حوالي نص كوباية كده، عليها نص معلقة من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود. هبتدي كده ان انا اجيب الحمامة واسقطها كده في اللبن اهو كده اهو زي ما انت شايفة كده. ما تخافيش من اي حاجة ولا تقولي ازاي هحط اللبن مع الحمام ولا اي حاجة. هو ده اللي بيديله اللون روعة، وفي نفس الوقت طعم حلو قوي اهو كده زي ما انت شايفة كده. نعمل كمية الحمام كلها اهو، تسقطي كده وتطلعي. وبعدين هبتدي هنا ان انا اجيب وك كبيرة، هحط كده حبة زيت حلوين عليهم معلقة كده من السمنة تطعم اكتر الحمام لما نيجي نقليه اهو بالشكل ده. هبتدي كده ان انا انزل بالحمام اهو. وبرضو هتكون دايما ايدك في الحمام، ما تسيبوهوش لما يعني يتحروق ولا اي حاجة، على طول تقلبيه اهو كده. اجيب ماسك كده، ابتدي نقلب الحمام على طول باستمرار كده اهو. تقلبيه كله كده دايما علشان ياخد اللون الحلو. شايفين اللون يا جماعة؟ حلو قوي اهو كده. وهو الحمام خلاص خلص. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ادعموني بقى باشتراك في قناتي ولايك وشير علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس تشجيعا ليا، عشان الواحد والله يا جماعة بيتعب في التصوير جامد علشان الحاجة تطلع حلوة بالشكل ده اهو. شايفين الحمامية عاملة ازاي؟ شغل مطاعم ده ولا لا؟ شايفين الحمامة عاملة ازاي؟
بتقول مين ياكلني. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة وتوحشوني كتير، وما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.